ما هو البهاق؟ البهاق مش حاسسها. البهاق مرض جلدي يختلف تماما عن مرض تاني اسمه البرص. بس قبل ما نخش في تفاصيل ايه الفرق ما بين المرضين دول، خلينا نعرف بس ان دول مرضين مختلفين. في مرض اسمه البرص وفي مرض اسمه البهاق. اما عن البهاق فهو مرض بيصيب الخلايا الصبغية اللي موجودة في الجلد، بس مش كل الجلد، حتت معينة كده. يعني بتبقى غالبا الأماكن الأكثر عرضة للشمس زي وشك، إيدك ورجلك. إيه تاني؟ بس يعني هو تقريبا دول معظم الأماكن اللي بيجي فيهم البهاق. معظم النظريات بتقول إن البهاق غالبا مرض مناعي، إلا إن آلية المرض لغاية دلوقتي مش مفهومة كلية. يعني لسه مش عارفين نفهم إيه سبب البهاق. بعض النظريات بتقول إن الشمس هي اللي بتدمر الخلايا الصبغية اللي موجودة عند بعض الناس اللي عندهم قابلية إن الخلايا بتاعتهم تتدمر، والقابلية دي بتبقى غالبا قابلية وراثية. لكن للأسف كل النظريات عبارة عن اجتهادات شخصية، ومفيش سبب مؤكد لغاية دلوقتي يقول لنا البهاق بيحصل ليه. لكن اللي مؤكد واللي كل الناس لازم تعرفه إن البهاق مش مرض معدي. يعني مش بيجيلك بالتعامل الشخصي مع مريض البهاق. يعني ما تقلقش، لو سلمت على واحد عنده بهاق مش هيجيلك بهاق في ايدك مثلا، ولو شربت ميه ورا واحد عنده بهاق مش هيجيلك بهاق في سقف بقك. دي اهم حاجه انا عايز اوضحها في الحلقه دي. البهاق مش مرض معدي. نسيت اقول لكم حاجه ممكن تكون مهمه. البهاق اسمه بالانجليزي فيتيلايجو، اما البرص اسمه بالانجليزي البينيزم، واللي بيجي لهم المرض ده بيبقى اسمهم الباينو. البهاق ليه 3 انواع اساسيين: البهاق الطرفي وده بيجي في الوجه والاطراف، البهاق البقعي وده بيجي في منطقة معينة في الجسم ويثبت عليها، والبهاق الشامل وده بيجي في اماكن متفرقة في الجسم. يذكر ان من اهم المشاهير اللي كان عندهم بهاق كان الفنان مايكل جاكسون. مايكل جاكسون كان مصاب بالبهاق الشامل، ومعظم المرضى اللي بيبقى عندهم بهاق شامل بطريقة شديدة بدل ما بيعالجوا البقع اللي فيها بهاق بيعالجوا البقع اللي في الجسم اللي لسه فيها لون. يعني بدل ما يروح يعالج اللون اللي راح، لا بيشيل بقية اللون اللي لسه موجود. وده سبب التحول اللي شفناه في مايكل جاكسون من بداية التسعينات لغاية ما بقى شبه كوباية اللبن كده. أما عن علاج البهاق الأساسي فهو بيبقى علاج مناعي، بيتجه لأنه يغير موقف جهازك المناعي تجاه الخلايا الصبغية اللي في جسمك اللي هي خلايا الميلانين. لأن السبب الأساسي في تدمير خلايا الميلانين عند مرضى البهاق هو إن جهازك المناعي بيهاجمها، ولهذا العلاج الأساسي بيتمثل في الكورتيزون. وغالبا المريض بيبقى ماشي على كريمات كورتيزون بيدهنها على الأماكن اللي فيها بهاق. في بعض الطرق العلاجية الجديدة بتتبناها الدول الأغنياء، مش عندنا الحمد لله، وهو إنك تعرض المريض لطول موجي معين من الأشعة الفوق بنفسجية أو الألترا فايولوت ريز، وجايب نتائج كويسة يعني الحمد لله. طيب إيه الفرق بقى ما بين البهاق والبرص؟ البرص هو انعدام تام لجميع الخلايا الصبغية اللي طبيعي بتكون موجودة في جسم الإنسان. يعني البهاق بيأثر على الجلد بس، أما البرص فبيأثر على الجلد ولون الشعر ولون العينين. فرق تاني هو ان البرص مرض شامل، يعني المريض من اوله لاخره كده ما بيبقاش عنده خلايا صبغية او خلية ميلانين واحدة. الفرق الاخير ما بين البهاق والبرص هو ان البهاق بيبقى غالبا مرض مناعي، اما البرص بيبقى غالبا مرض وراثي. نحب نأكد مرة تانية على ان البهاق مش بيتنقل بالتعامل الشخصي، عشان كده دايما اول ما تشوف مريض بهاق لازم اول حاجة تعملها هو انك تسلم عليه، لانه بيبقى متأذي نفسيا جدا من الناس اللي خايفة منه او متخيلة ان المرض ممكن يتنقل له. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واتمنى اكون ساهمت في نشر رسالة وعي للناس عن مرض البهاق. اشوفكم على خير.